الاقتصاد المصري ولابد ان يدور هذا الترس، يعني هو نفسه غير من تفكيره. للاستاذ انا بعتبر انه 25 يناير 14 جانفي في تونس، فبراير في ليبيا، وغيره فيما قبل يعني اللي حصل في العراق وكده، الساحه كانت مهيئه للالتهاب بما كان فيها من فساد، من بطاله، من كل ما كان حاصل في الساحه في البلدان العربيه، كله كان مهيأ. لكن ما حصل على من غسيل الدماغ ولعبوها صح زي ما بنقول بالبلدي كده على الفيسبوك، على الشباب العاطل اللي مش لاقي حياه، اللي مش لاقي شغل، اللي بشهايده قاعد في الشوارع، كل ده لعبوا عليه عشان يعرفوا يسيطروا على المنطقه، وده اللي حصل. وكل الناس عارفه ده. يعني كان في اخطاء، يعني اكيد اكيد كان في اخطاء. في تدريب بقاله 5 سنين، مش دي مؤامره. التركيبه العالميه كلها هي السبب في السنه دي، مش العيب في الثوره. العيب انا شاب طلعت عايز احسن من ظروفي، فدي ارجع في الاخر الام عليها ان انا طلعت عشان احسن من ظروفي. هقول لك حاجه، لما يكون بلد نسبه الاميه فيها والجهل نسبه عاليه جدا، هتتوقع ايه؟ طب اعمل ايه يعني؟ اعمل ما العيب في مين؟ مين السبب اللي ارجع بقى. ما انا بقول لك حضرتك شايف ده مهم جدا. الشارع دلوقتي يعني كفايه ان انا بروح الاستوديو وانا سايقه 5 الصبح وبرجع وانا مرتاحه. والله انا في 2011 كنت بصور في يلا نغني في مدينه الانتاج، تمام؟ 2011 واصريت مع MBC ان انا اصور في مصر عشان فرقتي وعشان دكتور خالد فؤاد والفرقه دي، كل واحد منهم عنده عيله لا تقل عن 5 6 انفار، فاتعرض علينا نصور بره. قلت لهم لا، انا هصور في مدينه الانتاج في مصر. وعملنا سيزون 1 من يلا نغني. كان في فنانين ما قدروش يجوا ورفضوا يجوا عشان الاحداث اللي كانت حاصله، جبنا الفنانين اللي قدرنا عليهم وصورت. كنا بنروح من مدينه الانتاج، ما كانش في يعني اغلبيه الاستوديوهات كانت فاضيه، الناس كلها كانت خايفه. كنا بنروح من مدينه الانتاج قدامنا عربيتين امن وورانا عربيتين امن، وكنا بنتحدى وصورنا. بالنسبه لهذيك الايام دلوقتي انا في امان جدا جدا بعض الفنانين، يا ربي ولك الحمد. هذا الامان لا احسه في ولا بلد عربي اخر. في بعض الفنانين مهاجمين النظام الثانيه اخبارها ايه؟ هم ياخدوا ويك اند في ليبيا، معلش يروحوا يشوفوا اللي بيحصل ويسقفوا هناك. على فكره تونس انا كنت فيها من شهر كده وعملت حديث مع رئيس الجمهوريه هناك. تونس كان دايما كرتاج اللي هو اسمه كرتاج، تونس كرتاج ده مليان بالاجانب. هي بتقول لي بدات تعود من جديد، لكن ما شفتش ولا واحد اجنبي، انا الوحيد يمكن الاجنبي العربي. احنا في تونس كان كل سنه عندنا 5 مليون سائح. للاسف حاليا الظروف السنه دي الحمد لله من شهرين، ما هو بعد سوسه وبعد اللي حصل في المتحف انا كنت هناك. طيب دلوقتي الحمد لله ابتدت تتعافى، ويا رب ما يحصلش عمليه. طيب يعني اهو الثوره في تونس هي ناجحه وماشيه، بس ايه المشكله؟ ايه اللي مخليها واقفه؟ احنا بنحكي عن اللي حصل في 2011 و12 وكده. القوه الخارجيه هي اللي مش عايزاها تمشي بقى، مش حقيقي. لو ليبيا كمان المشكله مش في الاسلاميين ولا في النظام.